هي ليه الدنيا اسودت بعد 2019؟ انت اكيد سالت نفسك قبل كده هي ليه الدنيا اسودت بعد 2019؟ لو ما سالتش نفسك فانت اكيد سمعت حد بيسال السؤال ده، واكبر مثال على كده لعبه بيس 19 احنا بنلعبها لحد النهارده، ولو رحنا بلاي ستيشن ولقيناهاش فيه بنمشي يوم ما بنلعب. ايه اللي حصل للناس بعد الحجر خلاهم حاسين بسوء الملل ده كله؟ تمام، عشان تعرف ايه اللي حصل في 2019 وخلى الدنيا تسود لازم تسمع الحاجات دي الاول. اللي حصل في اواخر 2019 يوم 8 ديسمبر 2019 ان في مدينه ووهان الصينيه جه شخص عنده اعراض البرد العاديه، بس علاجات البرد مش بتاثر فيه، لحد ما الوضع زاد سوء وبدا المرض ده ينتشر في كل حته في المدينه، لحد ما الصين بلغت منظمه الصحه العالميه ان في التهاب رئوي غامض ظهر في مدينه ووهان ومش لاقيين له علاج، لحد ما وصلنا ليوم 7 يناير 2020 اعلنت فيه علماء الصين عن ظهور التهاب رئوي غامض وسموه فيروس الكورونا او كوفيد 19. بعد كده بعدها ب5 ايام اللي هو يوم 11 يناير 2020 اعلنت منظمه الصحه العالميه انه بقى وباء عالمي مش في الصين بس، وبعدها بيومين بدا بقى المرض يخرج بره الصين. يوم 13 يناير بدات اول حاله ظهرت في تايلاند لست راجعه من ووهان من الصين، بعدها بيومين كمان ظهرت اول حاله في اليابان. 20 يناير 2020 اعلنت كوريا الجنوبيه عن اول حاله مصابه فيها، ويوم 21 يناير 2020 اعلنت امريكا عن اصابه اول حاله ليه. 24 يناير 2020 ظهرت اول 3 حالات في اوروبا كانوا في فرنسا، لحد ما وصلنا ليوم 29 يناير بدا الفيروس يدخل الدول العربيه في الامارات. بعدها يوم 14 فبراير 2020 ظهرت اول حاله في مصر، حاله من الخوف والذعر مسكت المصريين في الوقت ده ان الفيروس ما كملش 3 شهور خلاف في العالم كله. الدول رفعت الرايه الحمراء وبداوا يقفلوا المطارات وبداوا يعملوا حجر علني. اعلنت مصر يوم 19 مارس عن غلق المدارس والجامعات وغلق المساجد وتوقف الرحلات الدوليه اللي داخله مصر واللي خارجه من مصر. ويوم 21 مارس اعلنوا عن غلق المطاعم. المساجد اتفتحت تاني في شهر يوليو 2020، يعني كان في فتره تقدر بحوالي 4 شهور المساجد فيها مقفوله بس اتفتحت بكده، دي انك تلبس كمامه، انك تروح متوضي، تروح معاك مصليه، تحافظ على المسافات اللي بينك وبين المصلين اللي جنبك. ال4 شهور دول جه فيهم رمضان اللي هو كانت المساجد مقفوله، الفطار الجماعي وموائد الرحمن اتلغت، التراويح اتلغت، اجواء رمضان اللي كنا بنعيشها بعد صلاه التراويح ما بقتش موجوده. ساعتها كانت المساجد مقفوله بحجه تقليل التجمعات وعشان خاطر الفيروس ما ينتشرش من الناس، لان الفيروس بيتنقل بالكلام. غير قفل المدارس والمساجد كانوا عاملين حظر تجول ان الناس كلها تقفل الساعه 5 ما عدا الصيدليات ومحلات البقاله كانت لحد الساعه 8. ده كان مخلي وقت فراغ كبير. الطلبه في الوقت ده بقت ملزمه البيوت، لا خروج لدروس ولا مدرسه، بقت قاعده على طول في البيت حاسه بالملل. الاهالي بقت ترجع بدري عن المعتاد وداخله في فراغ كبير. اب بقى يجي من الشغل يقعد قدام التلفزيون، الطلبه بقت على طول قاعده قدام التلفزيون بتكسر الملل، واللي معاه تليفون قاعد قدام التليفون بتاعه عشان برضه يكسر الملل بتاعه. الفجوه اللي بين الاهل والابناء زادت بسبب ان الاب بدل ما كان بيجي يرجع يتكلم مع اولاده في دراستهم يجي يرجع يتفرج على التلفزيون. مع قفل المساجد والكتاتيب الوعي الديني عند العيال قل جدا. في ناس اتضررت جدا، مش بس الحاله النفسيه اللي اتضررت، ده كمان الحاله الماديه. السواقين وعمال المطاعم والكافيهات قعدوا في بيتهم ما بقاش في شغل، فالضغط المالي على الاسر زاد. لما الاب قاعد في البيت مش عارف ياكل عياله منين، لما الاب والام مش قادرين يوفروا مصاريف عيالهم، فده بيزود التوتر وبيأثر على الحاله النفسيه. بعد رفع الحجر لسه الناس متوتره وخايفه، مشاكل النوم وخوف من المستقبل وتوتر، ولسه الطلبه برضه في حاله توتر بسبب البعد عن الدراسه والبعد عن النشاط الاجتماعي. الشباب معتمد جدا على الانترنت سواء للتسليه او التعليم، والمنصات زودت الخوارزميات بتاعت تعقيد عشان خاطر تخليك تقضي اطول وقت ممكن من غير ما تحس بالوقت والملل، لحد ما جينا لاكتوبر 2020 اترفع الحجر شبه كل، بس الناس كانت ملزمه بيوتها حوالي 7 شهور اكتر، وده اثر جامد على الاشخاص. مع القعده في البيت زاد وقت السوشيال ميديا وزاد صناع المحتوى وزاد التاثر بالناس دي. في فتره الحجر زاد الاكتئاب عند الشباب بنسبه من 30 ل 40%، وزاد برضه زيارات المواقع الاباحيه بنسبه 25% من 2019 ل 2020، وزاد لعب المراهنات الرقميه بنسبه خطت ل 25%. في النهايه السؤال اللي بدانا بيه الحلقه اللي هو ليه الدنيا اسودت بعد 2019؟ الاجابه مش الكورونا نفسها، لكن الحجر والعزله اللي حصلوا في فتره كورونا اللي زاد التوتر والحياه اليوميه وخلى الناس تعتمد على الانترنت عشان المتعه. يعني الخلاصه الدنيا اسودت